النهاردة بنغوص في موضوع آم، بصراحة شيق جدا، صورة الإسلام والمسلمين في الأدب العالمي. يعني كتير ممكن أول حاجة تيجي في بالنا هي الصورة النمطية وغالبا سلبية، لكن المصادر اللي معانا النهاردة مقتطفات من كتاب الإسلام والمسلمون في الأدب العالمي لقاسم محمود، بتورينا جانب تاني خالص. بالظبط. الكتاب ده بيفتح عينينا على إن في أدباء عالميين كتير ومن خلفيات مختلفة جدا شافوا وكتبوا عن الإسلام والمسلمين بصورة أعمق، وأحيانا بإيجابية كبيرة كمان. هدفنا إننا نستعرض بعض النماذج دي ونشوف إيه الزوايا المختلفة اللي ركزوا عليها بعيدا عن القوالب الجاهزة والأخبار. تمام. طيب خلينا نبدأ يمكن بالأمثلة اللي فيها يعني احتكاك مباشر وعميق. الكتاب بيذكر أسماء زي الكاتبة السويسرية إيزابيل إبرهارد، دي قصتها غريبة فعلا. قصة استثنائية فعلا. إيزابيل إبرهارد دي مش مجرد زارت الجزائر وتونس في أوائل القرن العشرين، لا، دي عاشت هناك في قلب الصحراء واختارت ده واعتنقت الإسلام. وعشان تقدر تتحرك بحرية كانت بتلبس زي الرجالة، مش كده؟ تمام. وده سمح لها إنها تتعمق أكتر في الحياة اليومية وتكتب عنها بصدق. كتاباتها حسب المصدر مليانة بدفء التجربة الإنسانية والروحانية اللي شافتها رغم كل الصعوبات. تجربة قوية جدا. طيب ولو رحنا لرواية يمكن أشهر بكتير، المريض الإنجليزي للكندي مايكل أونداتجي، الرواية كسبت بوكر والفيلم أخد أوسكار، بس أبطالها أجانب. هل دي بتقدم الصورة برضو؟ صحيح. التركيز الأساسي على الأجانب وقت الحرب العالمية التانية في مصر والصحراء الليبية، لكن المصدر بيلفت نظرنا لحاجة مهمة: دور البدو اللي بيلاقوا الطيار الإنجليزي اللي طيارته وقعت وكان محروق. الرواية بتقدم لمحة حتى لو سريعة عن تعاملهم الإنساني معاه وعلاجهم ليه بطرقهم التقليدية. دي بتضيف بعد إنساني مهم قوي. مم. يعني حتى اللمحات الصغيرة دي بتفرق. طيب من الإنساني نروح للسياسي والاجتماعي. الكتاب بيتكلم عن رواية فرنسية اسمها إليز أو الحياة الحقيقية لكلير إشيريلي، دي إيه حكايتها؟ الرواية دي صدرت سنة 67، يعني فترة كانت لسه حساسة جدا بعد حرب الجزائر، وبتحكي قصة حب بين عمالة فرنسية وشاب جزائري اسمه أرزقي، كان بيناضل ضد الاستعمار الفرنسي في باريس. أهميتها زي ما الكتاب بيقول إنها قدمت المناضل الجزائري كإنسان له مشاعر، له قضية، له أحلام، وده كان عكس الصورة اللي كانت منتشرة في فرنسا وقتها. اللي هي صورة الإرهابي غالباً. بالظبط. الرواية دي فازت بالجائزة فيمينا الأدبية كمان، فكان ليها تأثيرها. كانت خطوة جريئة في وقتها أكيد. طيب لو رجعنا بالزمن أكتر للأدب الكلاسيكي بقى، هل الوضع كان مختلف؟ ممكن نقول إنه كان في تقدير واضح في بعض الأعمال الكلاسيكية. عندك مثلا السير والتر كوت في روايته الطلسم أو التعويذة، شخصية صلاح الدين الأيوبي فيها مش بس قائد عسكري عبقري، لا، نموذج للنبل والفروسية، صح؟ تماما نموذج للحكمة والشهامة، لدرجة إنه في الرواية بيعرض إنه يعالج غريمه ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا بنفسه لما بيعرف إنه مريض. دي لفتة قوية جدا، خصوصا إنها جاية من كاتب غربي في القرن التاسع عشر عن شخصية كانت رمز للمواجهة مع الصليبيين. صحيح. وحتى لو نحن أبعد من سكوت، عندك فيلسوف التنوير فولتير في روايته زاديج بيستخدم الشرق كرمز للحكمة والروحانية. عكس الفساد المادي اللي كان شايفه في الغرب. بالظبط. قصة ممر إغراء اللي زاديج بيخترعها عشان يختاروا وزير مالية نزيه، دي مثال على الحكمة اللي فولتير ربطها بالشرق. ده يخلينا نفكر في عمق التأثير ده، يعني مش مجرد إعجاب عابر. أكيد. وده يودينا لواحد من أكبر المتأثرين بالثقافة الشرقية والإسلامية، جوتا الألماني. المصدر بيتكلم عن الديوان الشرقي للمؤلف الغربي اللي جوتا كتبه متأثر بشكل مباشر بشعراء زي حافظ الشيرازي. وهنا التأثر مش بس استلهام أدبي، ده كان أعمق من كده، صح؟ الكتاب بيقول إنه شاف الشرق كمصدر للنقاء والحقيقة أعمق بكتير. النقطة اللي الكتاب بيبرزها إنه غوثا كان شايف إن الشرق ممكن يكون علاج لتحطم وتناثر الغرب زي ما وصفه. كان بيتمنى يهاجر للشرق عشان يستعيد شبابه الروحي. فالموضوع هنا بقى إن الشرق وصورته استخدمت كمرآة نقدية للغرب نفسه. دي نقطة قوية قوي. طب هل ده موجود حتى في أنواع أدبية ممكن نتوقع منها العكس، يعني زي أدب الجاسوسية مثلاً؟ حتى في أدب الجاسوسية، جون لو كاريه المعروف بتعقيده وواقعيته
في روايته عازفة الطبول الصغيرة اللي طلعت سنة 83، شخصية المناضل الفلسطيني خليل فيها مش مجرد إرهابي زي ما الإعلام الغربي كان بيروج وقتها. لا، هو شخصية مركبة، صاحب قضية وطنية، ليه دوافعه ومبرراته. وفي نفس الوقت الرواية بتكشف قسوة عميل الموساد اللي بيطارده. فعلا الأمثلة دي بتورينا بانوراما واسعة جدا ومختلفة عن الصورة النمطية. واضح إن الأدب العالمي فيه تقدير لجوانب كتير في الحضارة والشخصيات المسلمة، يعني حكمة، نبل، كفاح إنساني. إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من كل ده؟ أعتقد الخلاصة الأساسية زي ما الكتاب بيلمح هي إن الأعمال الأدبية الكبيرة بتقدر تتجاوز السياسة والأخبار اليومية، وبتقدم لنا لمحات إنسانية وحضارية أعمق، وبتورينا قد إيه الثقافات دي متداخلة ومتشابكة. والكتاب نفسه بيشير لوجود أعمال تانية كتير جدا لم نذكرها. وده بيفتح سؤال مهم للتفكير في الآخر. يا ترى لو دورنا أكتر في الأعمال الأدبية دي، بالذات اللي مش مشهورة قوي، ممكن نكتشف إيه كمان عن طبيعة الحوار والتفاعل بين الثقافات عبر الزمن، بعيد عن ضجيج السياسة الحالية؟